والجو اصلا حلو على المنطقه اللي احنا فيها دي، وبين جبلين عامله زي سبين الكوم كده بين الجبلين. هو جوه طبعا الواحد شكله بدأ يحب موضوع التسلق ده. برضه هنا المنحنى نفسي طبعا ما شاء الله عليا، انا راجل رياضي جدا. A few moments later. شايفين الطريق عامل ازاي؟ خلاص وصلنا تقريبا الحمد لله. اوه ما شاء الله ما شاء الله، ايه يعني مش عارف اقول ايه. بس هو ده اكبر برشيد. الله حسبي الله. حاطين هنا اشاره، اللي هو لو الاشاره خضراء، لو الاشاره دي خضراء خش، لو الاشاره حمراء اقف. بينظموا المرور جوه المتحف. برضه عاوز تجيب انتبيوتيك ولا حاجه فلاجيل اهو 100 جنيه مصري اهو. تحيا مصر. الراجل نزلنا بطاطس عشان احنا بنصورك. ريفريشنج. ومعايا اتنين اهو اصحابي جربوا برضه، يعني ايه رايكم يا شباب؟ ليمون. شكرا. ده كده القطر بتاعنا ان شاء الله اللي هياخدنا لحد هايدلبرج. يلا بينا. ودي تقع في ولاية بادن فيرتنبرج بين فرانكفورت وشتوتغارت. ده مسجد هايدلبرج. نبدأ يومنا بقى بصلاة الجمعة في أكبر مسجد في هايدلبرج. شايفين شكلها عامل ازاي؟ سبحان الله، يعني ده كده حاجة للعامة، الناس ماشية في الشارع بتبقى شايفة حاجة زي كده. ما شاء الله يعني هايدلبرج جميلة. الشارع الرئيسي هنا، بس طبعا احنا راجعين نازلين بعد الساعة 9 دلوقتي، فالدنيا فاضية خالص زي ما انتم شايفين. طبعا ده اصلا جزء من الالتشتات، المدينه القديمه. هو اصلا يعني اشهر حاجه في هايدلبرج هي المدينه القديمه دي، عباره عن 3 شوارع احنا هنمشي فيهم ونطلع القلعه بس كده. طيب معانا واحد لوكال من هايدلبرج بقاله سنين عايش في هايدلبرج، احمد رفيق صاحبي طبعا، يعني راجل خبره. فليه بقى الالتشتات هنا اصلا مشهوره يا رفيق؟ ليه؟ لان المانيا طبعا الحرب العالميه الثانيه الحلفاء دخلوا لا مؤاخذه دكوها، سووها بالارض كل أيوة. حته. اي مكان هتروحوا في المانيا هيقول لك المدينه ديت مش هي المدينه القديمه، اتدمرت في الحرب وبنيناها من الاول، سواء بنيناها بشكل مودرن او زي ما كانت زي ميونخ مثلا. تمام. دي المدينه الوحيده اللي الالتشتات بتاعتها ما اتدمرتش في الحرب. ليه بقى؟ بيقول لك ان قائد القوات الجويه الامريكيه اللي كان لا مؤاخذه بيدك هذه المنطقه ايوه كان وهو صغير يا اما عاش او درس في هايدلبرج. تمام. فهو ادى اوامره ان يا عساكري ايوه ما حدش يضرب هذه المدينه. المدينه نجت من الحرب. تمام. وفعلا كل المباني اللي انت هتشوفها حواليك دي هي دي الالتشتات. دي مش مباني جديده زي معظم المدن الالمانيه، دي تمام. فعلا المباني القديمه. طبعا ده محل هنا بيبيع ليمون بس، يعني طول فصل الصيف بيبيع ليمون بس، وفي الشتاء بشوفه بيبيع قهوه. بيبيع قهوه، يعني فهو راجل حسب النشاط وحسب السيزون. فيلا نجربه بقى. نجرب. الليمونه كمان. سلام. حته كده فريش بقى. دانكشن. فيلين دانك. طيب تعالى نجرب بقى، عشان هي المفروض هي غاليه نسبيا يعني. ريفريشنج. ومعايا اتنين اهو اصحابي جربوا برضو، يعني ايه رايكم يا شباب؟ ليمون. شكرا. المحل ده المفروض اللي هو برضه لحمته حلال، اسمه هايدلبرج. تحس انك قاعد في ايرلندا بالظبط. المحل ده بقى فيه حاجه جميله جدا، انك ممكن تلاقي العمله بتاعت بلدك هنا. بص خلينا نشوف كده اهو 100 جنيه مصري اهو. تحيا مصر. مصطفى سليمان بيمثل. طبعا اشهر كنيسه. في برضه محلات هنا هي عربي تمام، زي ما ده محل اسمه محل سفاري، محل لبناني برضه اكل كويس. ده يعتبر اقدم مبنى في هايدلبرج هنا، هو دلوقتي حاليا فندق. هو المبنى ده هنا محل اسمه سهارة، المفروض لبناني برضه كذلك. برضه بيعمل مشويات حلوه. ده نظام مولع لك شمعة جرجس. ده ووكينج تور. ده ووكينج تور. شايف الجايد هتلاقيه لابس اللبس الميديفال وماسك الاكس ده فعلا ده حقيقي. ده كده احلى منظر للقلعه من تحت، من قبل ما نطلع لها يعني. طبعا الجو زي ما انتم شايفين، الساعه دلوقتي تقريبا داخل على الساعه 10، فده شكلها طبعا الدنيا بتليلش هنا قوي يعني. فيلا بينا نطلع بقى نشوف الدنيا من فوق. تخيل كده ان انت تكون قاعد في بيت من البيوت دي كده. طبعا الناس دي لازم تكون وارثه عشان خاطر تقعد في البيوت زي دي. وده هنا في معلم هنا الناس كلها بتعمله، اللي هي بتخش هنا تصور الصوره دي. ده المفروض اللي هو وش قرد، يعني ده المفروض اللي هو ده وش قرد. هو جوه القرد نفسه.
لورا لورا. المفروض بقى لما لبست الحاجات دي بيحصل ايه؟ ده عشان تبقى عندك، انت بتبقى شخص غني يعني. الفيران عندك الفيران دي يبقى عندك ولاد كتير مش عارف ليه. الوثيقة دي ان انت هترجع لهايدلبرج. والوثيقه دي هترجع لهايدلبرج. لو جيت لمست اي حاجه من الحاجات دي كده المفروض اللي هو بيحصل لك حاجه يعني. طبعا لا اؤمن بهذه الاشياء بس هم يعني نوع من انواع السياحه يعني. حاجة من الحاجات دي طبعا. المهم ده كده تماثيل موجوده على اقدم كوبري في هايدلبرج، تقريبا عمره 250 سنه. ولما تمشي كده تلاقي فيه واحد بيعمل كاياكينج هناك اهوت. وما شاء الله يعني الكوبري شكله جميل جدا. والناحيه الثانيه هي القلعه. القلعه دي هنطلع لها كمان شويه هنشوف القلعه. بس ادي القلعه وادي النكر من الناحيه دي وادي النكر من الناحيه دي. بالمناسبه هو اسمه نكر يعني. احلى حاجه في المكان هنا ان انت الناس اللي عايشه في المباني دي الصراحه عايشين على النيل، على النهر. النيل ده عندنا احنا، النيل ده بتاعنا احنا بس على النهر يعني هنا. فطبعا يعني بيبقى منظر جميل جدا. وبرده كذلك هنا في ممشى هنا جميل برده تقدر تمشي عليه. والجو اصلا حلو على المنطقه اللي احنا فيها دي، وبين جبلين عامله زي شبين الكوم كده بين الجبلين. كده اقرب محطه اتوبيس للقلعه. ده كده الطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. فري اوف تشانج يا شباب، بلاش. بسم الله. طبعا الواحد شكله بدأ يحب موضوع التسلق ده. برضه هنا المنحنى. نفسك. نفسي طبعا ما شاء الله عليا، انا راجل رياضي جدا. A few moments later. شايفين الطريق عامل ازاي؟ خلاص وصلنا تقريبا الحمد لله. خلاص هانت اهي. Is it normally with tickets? Because I think it was free, I think, right? Sorry? It was free, What's free? the access to the castle. The courtyard. No, it's 9 euros. Okay. Tickets um Okay. 12 Uhr Thank you so much. und Okay, zwei ciao. Eintrittskarten. Damit können Sie auch an die Bergwacht. دلوقتي طلع انك تتمشى لحد فوق ده ببلاش، عشان تخش جوه القلعه ده ب 9 يورو. لا عم الجنينة ببلاش، بس احنا دخلنا من مدخل القلعة. ماشي الجنينه ببلاش حوالين القلعه، القلعه نفسها بفلوس. بس معلومه عشان تبقوا عارفينها برضه عشان ما تطلعوش على الفاضي يعني. ده كده الفيو اللي هتشوفه لما تطلع هنا على القلعه. في الجاردن يعني فوق ببلاش. وده كده الفيو. هل يستحق 9 يورو؟ في هنا بقى كده خيمه بتاعت العصور الوسطى تقريبا. تعال نبص فيها ايه جوه. شايف ناس طالعه جنب البرميل. البرميل قد ايه؟ هو ده أكبر برميل. هو ده؟ هو ده. اوه ما شاء الله ما شاء الله. ايه يعني مش عارف اقول ايه. بس هو ده اكبر برميل. الله حسبي الله. بالظبط الاتنين مع بعض. تطلع فوقه اصلا كمان. شايفين؟ ما شاء الله حصل حاجه تانية. كده احنا وصلنا فوق البرميل الحمد لله يا شباب. يلا بينا ننزل بقى خلاص. السلام عليكم. الجدير بالذكر احنا نازلين لان الناس بقى بتاخد يعني بناخد فيدباك كده من الناس. ففي واحده ماشيه ورانا بتقول لك ذيس از ذا ورست ايفر، يعني لو اوحش حاجه حصلت لها اللي هي جت هنا عشان نشوف برميل كبير بس. شكرا. فهو فعلا نفس الكلام، انا ما كنتش عارف ان في اصلا برميل هنا يعني. في هنا متحف للصيادله يعني ابوتيكا اللي هو المواد بتاع الصيدله نفسها موجود هنا. حاطين هنا اشاره اللي هو لو اشاره خضراء، لو الاشاره دي خضراء خش، لو اشاره حمراء اقف. بينظموا المرور جوه المتحف. المان بقى. انا بصراحه مش معايا لغه تاهلني ان انا افهم كل الحاجات المصطلحات الطبيه دي، بس لو في حد يعني في طب او يعني بيدرس الصيدله اكيد الكلام ده هيبقى مفيد بالنسبه لي يعني. ده بقى لما كانوا بيعملوا بيستخدموا الاعشاب والحاجات دي كده. وده هنا احد الاشكال برضه. سمكه وتمساح حركات. بعد ما نخلص الجوله بيبقى عندك كده فرصه انك تشتري بقى حاجات. ممكن تشتري مثلا صابون، تشتري حمام سباحه مش عارف تعمل بيه ايه. اللي هو البقبلي يعني. حاجات كتيره بقى هنا ممكن تجربها. بطه تستحمى بيها، مش عارف العلاقه ده بالطب بس يعني ممكن تشتري بطه برضو. سيفونيرز بقى من المكان، وادويه برضو لو عاوز تجيب انتيبيوتيك ولا حاجه، فلاجيل. وتلاقي هنا بقى في واحد ايه عامل فرحه هنا. طبعا ايه ادي العروسه اهي تمام عليها، هم في الحته دي كده ليهم عشان خاطر ده هنا الفرح بقى. طيب زي ما انتم شايفين كده هو ده الفرح خلاص كده. شويه معازيم مثلا 100 تمام، والعريس والعروسه موجودين وحبايبهم وقرايبهم وشكرا، ويشربوا لهم عصير تفاح وشكرا كده خلاص. فالموضوع بتاع الافراح عامه في العالم كله ما بياخدش نفس الشكل بتاعنا بتاع مصر، بتاع المصاريف الكتيره وليله العمر والكلام ده كله يعني. الموضوع بقى في شكل راقي خالص، معمول في قلعه وسط على فوق جبل، ناس كده بسيطه. دي كده التذكره بتاعه القلعه دي. طبعا التذكره دي بتدخلك هنا برضو الناحيه الثانيه في مكان انك تخش منه، بتدخلك القلعه كلها. بس انت ممكن اصلا تيجي تمشي حوالين القلعه هنا ببلاش من الناحيه دي، او تروح الناحيه دي تحت الجاردن ببلاش.
هي كتجربه اوفر اول يعني انك تخش جوه مفيش حاجات كتير تشوفها، انا وريتها لكم في الفيديو يعني، فلما تيجي هنا ما تخشش جوه، دي نصيحه مني يعني لو عاوز توفر 9 يورو يعني. فوق هنا كان المنظر اللي بفلوس، دلوقتي هنا ده المنظر اللي ببلاش. جميل جدا وزي الفل. دي كده الاولد تاون، دي الكنيسه، وده الكوبري اللي احنا كنا مصورين من عنده من شويه من تحت، هو ده المدخل بتاعه اللي هنا تحت، هنا تلاقي القرد تمام، وده ده طبعا النكر طبعا معروف غني عن التعريف النكر، وده الكوبري اللي احنا كنا واقفين بنصور عليه من شويه. بس طبعا هنا دي القلعه اللي احنا كنا شايفينها من تحت. فكده انا كده يعني لميت لكم اغلب المعالم الموجوده في هايدلبرج في الفيديو ده كده المقبلات. طبعا بعد اليوم لازم الواحد ياكل اكله تكون كويسه، فدي كده المقبلات، لسه هنشوف الاكل هيجي ايه. ايوه بسم الله، حط كده. اهلا بيك، تسلم ايدك. احنا هنجرب بقى، المفروض ده ال4 اشخاص، احنا 3 بس يعني، هنقوم بالواجب ان شاء الله. الراجل نزل لنا بطاطس عشان احنا بنصورك. طبعا المكان اللي احنا جايبين منه ده اسمه براميرا، تمام، بالميرا، شكرا. عندي مشكله في الاسم ده، فهنجرب ونقول. مشكله بقى الاكل، احنا طبعا خلصنا الاكل ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا هو المفروض ل4 اشخاص واحنا 3 وما شبعناش، فهنروح ناكل حاجه ثانيه دلوقتي. نجهز البيض لما انفخ فيه.